الزمالك يفوز وعلى القمة يعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. الزمالك يفوز على زد 2-1 ويتصدر قمة الدوري المصري بعد تعادل سيراميكا مع الإسماعيلي. عموما هو الزمالك واقعيا هو ليه ماتش أقل من سيراميكا، يعني كان كده الزمالك لو فاز الماتش المؤجل يبقى هو اللي على القمه، ولكن النهارده سيراميكا كمان اتعادل، فالزمالك تخطى سيراميكا بنقطه رغم ان الزمالك لعب ماتشات اقل من سيراميكا. الزمالك وبيراميدز والاهلي لاعبين ماتش اقل من سيراميكا. فالزمالك كده بعد فوز الزمالك النهارده على زد 2-1 وفوز بيراميدز على غزل المحله 3-1 وتعادل سيراميكا مع الاسماعيلي 1-1، فكده بقى الزمالك في الاول، يليه بيراميدز فرق الاهداف، تحتيهم الاهلي بفرق نقطه، وبعدين سيراميكا برضه بفرق نقطه، والاهلي فوق سيراميكا بفرق الاهداف. الف مبروك للزمالك، ان شاء الله يستنى على القمه لغايه اخر الدوري يا رب. الزمالك اللي بيعمله دلوقتي ده مش انجاز، ده اعجاز في ظل الظروف اللي احنا فيها، الزمالك فيها واللي كلنا عارفينها، ما بين اصابات وما بين ايقاف قيد وما بين ازمه ماليه وما بين مشاكل كتير جدا جدا جدا، ولكن اللي بيحصل من الزمالك ده بصراحه ده انجاز كبير جدا جدا جدا. هنتكلم على المباراه وهنتكلم على احداث المباراه اللي انا في رايي ان من اجمل مباريات الزمالك كمان بغض النظر عن النتيجه، لان المباراه كانت من اول دقيقه الزمالك فيه اصرار على الفوز، وباين جدا اصرار الزمالك على الفوز. الزمالك بدأ بتشكيل النهارده، والكلام اللي احنا اتكلمنا حتى عليه الماتش اللي فات بعد ماتش حرس الحدود، ان نفس الزمالك يشوف مشكله خط النص. فعلا محمد اسماعيل رجع خط الدفاع، هو نعم رجع مضطر بس رجع في خط الدفاع النهارده. ومحمود بن تايك كان بادئ النهارده بس كان احسن، ولسه برده ما جابش مستوى كامل بس كان احسن من الاول. والزمالك كمان لعب بجناحين ثابتين من اول الماتش، خوان بزيرة واحمد شريف. الزمالك بدأ بتشكيل مهدي سليمان، عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، محمود بن تايك، قدامهم محمد السيد ومحمد شحاته وعبد الله السعيد، قدامهم خوان بزيرة وناصر منسي واحمد شريف. الزمالك بدأ باين ان هو من اول ماتش ضاغط وبيهاجم زد، وفي اصرار كبير جدا ان الزمالك عاوز يخلص المباراة من الاول ويتقدم ويطمن من الاول ويطمن جمهوره. وكمان كان في الجبهه اليمين كانت نشطه جدا باخوان بزيره، كانت الجبهه نشطه جدا ومشكله خطوره جامده جدا. وفي الدقيقه 12 اول كره تسديده على المرمى وكانت خطر جدا من عبد الله السعيد من على حدود ال 18 لعب الكره وصدها علي لطفي لغايه ما وصلنا الدقيقه 22 ومحمد السيد استخلص الكره استخلاص جميل جدا، وناصر منسي لعب الكره سريعه جدا لاخوان بزيره اللي دخل في وسط الثلاث مدافعين، ولما مدافع زد لجوه الملعب وهو جوه ال 18 على حدود ال 18 كده لجوه الملعب، وبعدين راح راكن الكوره برجليه الشمال زي الار 2 كده على علو القاتل اللي هو العلو المتر دوت على يمين علي لطفي، لقينا الكوره في الشبكه. الهدف الاول هدف جميل جدا 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 من خوان بزيره اللي كان هو محور الاداء وكان محور الخطوره مع الفريق كله، كان ضاغط والفريق كله كنت تحس ان الفريق كله يعني بيلعب بقوه قويه جدا ونازل عنده اصرار من اول دقيقه، عكس الماتشات اللي فاتت الشوط الاول يهرب منك وترجع في الشوط الثاني، لا انت بادئ بقى ايه بتخلص من الاول وانت بقى ليك الكلمه العليا والابر هاند ليك في الملعب وانت عاوز تخلص. وصلنا لغايه كده مثلا بعد الجون بشويه لغايه الدقيقه 30 بدا زد هو اللي يعني بدا الزمالك شويه يتاخد منه رتم الماتش شويه، وزد هو اللي يبدا يبقى ايه هو الفعل والزمالك هو اللي رد الفعل. وانتهى الشوط الاول على كده. في الوقت ده تدخل معتمد جمال وجيب ان الشوطين عمل تغييرين نزل فيهم محمد ابراهيم واحمد فتوح. نزل محمد ابراهيم واحمد فتوح مكان عمر جابر واحمد شريف، وكده يعني هو خلى في جبهه شمال فيها بنتايك وفتوح، ومحمد ابراهيم بيلعب باك يمين مكان عمر جابر. وفعلا الزمالك نزل بقى بشكل مغاير جدا للي ختم بيه الشوط الاولاني. نزل في الشوط الثاني ضغط قوي جدا على زد، وفي خطوره قويه جدا من اول دقيقه في الشوط الثاني. فتوح عمل اسيست جميل جدا وتمريره سحريه لاخوان بزيره اللي داخل جوه في قلب الملعب، ولعبها يعني لعبها هاديه كده على يمين علي لطفي بس جت بجوار القائم. دي اول لعبه في الشوط. بعديها برضو في كره ثانيه، في كورتين بقى جم في الكره جت في العارضه وكره جت في القائم للزمالك. الكره الاولانيه اللي جت في العارضه
كوره برضو اتلعبت جميله جدا من ناصر منسي، حضر الكوره كويس جدا لاخوان بيزيرا. اخوان بيزيرا طلع له علي لطفي، لعبها لوب من فوقيه، جت في العارضه، رجعت تاني لناصر منسي، كان سابق الكوره شويه وكان هو ضاغط على الكوره، فما عرفش يتحكم ان يلعب الكوره مظبوط، فلعب الكوره يعني لعب الكوره ضعيفه شويه وصدها على لطفي. في كرة تانية برضو اتحضرت ناصر منسي، لعبها جميلة جدا لمحمد السيد. محمد السيد جوه ال 18 ومنفرد، بس محمد السيد ما كانش محضر واخد القرار بتاعه. هو لو ذهنيا كان حاضر ومجهز نفسه هيعمل ايه، كان عرف يستقبل الكرة كويس جدا، وعرف يسيطر على الكرة، وعرف يحضر نفسه للكرة كويس جدا، بحيث ان هو ياخد الكرة يخلي الكرة قدامه ويهيئ الكرة قدامه بحيث ان هو يسجل منها على طول. ولكنه لما كده لعب الكرة ضعيفة وما عرفش يسجل منها هدف. وكل دوت لغايه بعد كده تاني في فرصة تاني برضو لعدي الدباغ في الدقيقة 70. عدي الدباغ لما نزل بقى عدي الدباغ، ونزل التغيير التاني، نزل عدي الدباغ نزل مكان عدي الدباغ، وشيكوبانزا نزلوا مكان خوان بيزيرا ومحمد السيد. وكده برضو بقى في تغيير تاني برضو في الملعب، بقى خط الوسط دلوقتي المفروض موجود في محمد شحاتة وعبد الله السعيد واحمد فتوح، وبقى شيكوبانزا وينج شمال، وبقى عدي الدباغ وينج يمين، وبيميل طبعا يعني وبيخش زي راس حربة تاني برضو زي شادو سترايكر وينج يمين، مع انه ممكن يكمل زي شادو سترايكر 9.5 وناصر منسي. في اللحظه ديت عدي الدباغ عمل فرصه حلوه جدا ودخل قلب الملعب من ناحيه اليمين، ورقص بعرض الملعب، ولعب الكوره في الزاويه القريبه لعلي لطفي، جت في القائم وخرجت، وكانت فرصه هدف كبيره جدا في الدقيقه 70. ردت الكوره ديت بفرصه تانية لزد، صدها مهدي سليمان، والحمد لله جت بخير. لغايه ما جت بقى يعني دي المشكله، الدقيقه 74 حصل كده يعني هفوه دفاعيه، واتلعبت الكوره من ناحيه الوينج اليمين لزد، من ناحيه محمود بن تايك عندنا، بس هي الكوره برضو يعني غلطه مركبه من الدفاع كله، سواء بقى من محمود بن تايك ومن قبل كده شيكوبانزا ان ما ضغطوش كويس، وبعدين الكوره اتلعبت في وسط المدافعين برضو ما انضغطش كويس على رأفت خليل، راح احرز منها، لم الكوره وشاط الكوره، احرز منها الهدف في دقيقه 74. وطبعا كده يعني بدأ الزمالك يهجم تاني، وطبعا كده خلاص تحس بقى ايه ان كله قلق وكله بقى فيه اضطراب جامد جدا، ان انت بعد انت عمال كرة في القايم وكرة في العارضة وانفرادين، وكل الفرص ديت غير الهدف اللي احرزته والسيطرة والضغط ده كله، ويخش فيك هدف بالمنظر دوت وفي الدقيقة 74، يعني خلاص فاضل ربع ساعة، ولكن الزمالك كان عنده الاصرار والقوة بتاعته وان هو لازم يفوز. والزمالك كان بدأ الهجوم بتاعه قوي جدا على زد، وبرضه مع التركيز، يعني كان الهجوم مع التركيز. طبعا حصل تغيير قبل الهدف ما يتسجل هدف الفوز بتاع الزمالك، كان عبد الله السعيد خرج ونزل مكانه احمد ربيع. وعلى فكره احمد ربيع سبحان الله هو اللي خلص الماتش، الكوره اسيست جميل جدا في المساحه الفاضيه في الوينج الشمال من محمد شحاته لشيكوبانزا. شيكوبانزا خد مشوار كويس جدا، رغم ان شيكوبانزا عمل اخطاء برضه كده يعني غير مسؤوله. شيكوبانزا خد مشوار كويس جدا، ووقف على الكوره وهدى على الكوره ولعب الكوره تحتيه لمين؟ لاحمد ربيع. احمد ربيع اللي كان على حدود ال 18 متطرف شويه ناحيه الشمال، من على حدود ال 18 ناحيه الشمال. احمد ربيع كان مجهز نفسه واخد قراره بقى، ده الفرق هنا بينه وبين محمد السيد في الفينش. احمد ربيع لم الكوره وراح لامم وداخل لجوه، وراح لاعب الكوره برجليه اليمين، خدت اللي هي زي الار2 بالظبط كده الكوره سبحان الله، يعني خدت اللفه بتاعتها وخدت السكرو بتاعها من بره خالص، لما اشوفها من ورا الجون كانها خلاص خارجه بره خالص، وبعدين تلف وتاخد السويرف بتاعها وتخش وتيجي جايه في القايم وتخش في اقصى يسار الزاويه، يعني في الاقصى اليسار على علي لطفي. يعني حتى علي لطفي وقف يتفرج، كلنا نفسنا وقفنا نتفرج، والكرة بتخش كرة جميلة جدا وهدف جميل جدا. وبس خلص الماتش على كده، الزمالك بقى سيطر على كده. طبعا برضو في شوية هفوات كده في الدفاع عاوزة تتصلح، بس الزمالك تنه برضو مسيطر على المباراة. طبعا زد بدأ يحاول يهاجم وبدأ يحاول
كان في كور خطره بقى، من كور من ركنيات ومن رفعات، وديت بقى فيها شويه كده في التمركزات، فيها شويه شغل. بس الزمالك تنم خلاص يعني عنده اصرار على الفوز، وهو باين قوي ان الزمالك النهارده كان من اول دقيقه. وده الفرق بقى بين الزمالك الماتش ده والماتشات اللي فاتت، انك انت بتنزل شوط يعني بتحس ان الشوط شويه ما انتش منسجم شويه، وما فيش انسجام وما فيش سيطره وما فيش فرض يعني اسلوب لعبك على الملعب. لا النهارده فرض الاسلوب من اول دقيقه لغايه ما النهارده من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. ومشي المباراة على كده لغاية ما الحكم نهى المباراة بفوز الزمالك، والزمالك كده بقى هو أول الدوري، وبقى هو تصدر دلوقتي، ونتمنى ان تكمل الصدارة بكده. كلمة عاوز اقولها اخيرة بمناسبة الزمالك، اللي بيحصل من الزمالك ده مش انجاز، ده اعجاز في الظروف دي. فاحنا متقبلين كل اللي بيحصل دوت كويس جدا من الزمالك كده. احنا عمالين ندفع في الفريق كجمهور وكناس، وبندفع في معتمد جمال واللعيبه، لان احنا شايفين ان مفيش تقصير منهم خالص بصراحه. ممكن بيحصل هفوات بس كويس جدا، لان احنا حاطين في دماغنا المشاكل اللي موجوده، سواء ايقاف قيد، سواء اصابات كتير جدا، سواء يعني مشاكل ماديه موجوده. فاحنا عارفين ده كله كويس جدا. المهم نتمنى ان هم يتنهم ماشيين بنفس القوه وبنفس العزيمه بتاعتهم ديت. وادينا شفنا لما بتبقى عندك اصرار انك بتكسب، حتى لما النتيجه بترجع تاني ويتعادل الفريق قدامك، برضه بترجع تاني وبتكسب، لانك عندك اصرار. وهو الاصرار اهم حاجه، الاصرار والجرينتا بتعوض حاجات كتير جدا. فالف الف مبروك للزمالك، وان شاء الله القادم احسن باذن الله. وان شاء الله نتمنى ان الزمالك يتنوا على القمه لغايه ما ينهي الدوري، وتبقى ده دوري اعجازي، مش دوري عادي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.